نخرجوا لكم هو الاول. دائما نشوفوا التك شحال عندنا فيه باش نعرفوا العرض اللي غندير لكم. الطول ديالكم راه باين عندي فيها قلنا 30. غادي نشوف هذا العرض اللي عندي هنا واش فيه 30. كاينه كثيره كاع اكثر كاع 30 فيه هنايا. اذا هنايا غادي نحط هكا الطول ديال اليد ديالي، وهاد البلاصه هي اللي غادي ندير بها التبطيل. هاد البلاصه انا عندي 60 في طول اليد، غادي نزيد لها واحد 4 سنتيم. صافي غادي نحط دابا المقاسات اللي عندي ديالكم. نتوما بامكانكم ديروا غير كروكار هنايا، واقيلا تيقول لي واحد الراس نديرو غير هنا التروكار. دابا هاد فصل الصيف ما كيلبسوش لكم بزاف، غندير هاد التروكار يعني غتولي عندي 50، حيت كما لاحظتوا هاد فصل الصيف قليل اللي كيلبس بيجامه بالكول، غير الا كانت شي وحده كبيره في العمر، سيده هكا كبيره في العمر، غندير هاد التروكار. ما بغيتش ندير كاع سميتو صافي كافي. حيتاش البيجامات كلكم ما كيتمشاوش ليا بزاف، خصوصا على حسب الاشخاص اللي كيشروهم، فهمتوا؟ 50 صافي. هنا غادي نحط قلنا هذا العرض 20 مزيانه. اذا غادي نزيد هنا ب 10 سنتيم، 10 سنتيم وهنا 10 سنتيم. الكمره دائما كنديروا معكم البنات. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. هذه اختي بيجامه صيفيه. نسيت عاوتاني ما قلبتش الثوب، ولكن ماشي مشكل، خصني دابا حتى نساليه وندوزها من الماء باش ما يبقاش هاد لاطراس ديال الطباشي. نتوما قبل ما تفصلوا سميتو، قبل ما تفصلوا قلبوا الثوب صافي، تراسوا على الظهر ديال الثوب. هنا كما العاده تنقسموا هكا على 4 صافي. هنا كنطلعوا بسنتيم وهنا كنحطوا بسنتيم. مع مرور الوقت راه غادي يبان لكم عينكم ميزانكم، كما تحتاجوا تعبروا ولا مع المرور ديال الفصاله الوقيته اللي غادي دائما تفصلوا صافي غادي تحفظوا هذا. هنا العرض غادي نخليه عريض شويه، حيتاش كنظن غندير فيها لاستيك، واقيلا ندير فيها لاستيك. هذه غندير لاستيك في الكم. اذا غادي نخليها عريضه شويه، غادي ندير 22 هكا تقريبا.
22 صافي. وكتمشيو تواصلوا هكا نيشان. انا خليته عريض كما قلنا اللاستيك صافي. هنايا فاش بنديرها بلاستيك راه كتجي شويه واسعه من هنايا مزيانه حتى على حسب الصيف. تكون بيجامه شويه مرخفه. نتوما الا بغيتو الكمام يجيو شويه مجموعين راه كتجيو من هنا تقريبا تهبطوا بواحد من هنا واحد 10 سنتي ولا من هنا، وكديروا كتعبروا داك العرض اللي عندكم هنايا. الا بغيتو بيجامه تكون مجموعه صافي، وداك العبار اللي عندكم هو اللي كتحطوه هنايا مثلا هنا 22 وكتدخلوا شتو كتدخلوا هكا وعاد كتسطروا. علاش؟ باش يجيكم هنا مجموعه. انا بيتها شويه مع لاستيك تجيو لكم شويه بحال منفوخ فهمتوا، يكون مرخف شويه صافي. دابا فصلنا الكم كما قلت لكم راه غندير لاستيك هنايا غيجيني لكم بهكا 3 لحد هنا تقريبا بلاستيك. صراحه سهله وخفيفه. انا غير حبيت نشارك معكم هكا بعض النصائح والافكار. الان دابا قلنا غندوزو نديرو داك اللعيبه ديال الكل. معليش نحتاجو هذا كامل. غنشدو مثلا هذا هادو البنات راه ما كنلوحيهمش تنخليهم بحال هكا. الا بغينا نديرو داك الترياج كما وريتكم في البيجامه ديك الزرقاء كديروا فيها الترياج ولا غنسالي ونوريكم كيفاش كتحطوا هذا هكا امام كما متني بهذه الطريقه يكون متني. كدو مزيان مع هاد الحاشيه هذه. هنا الان كنحددوا وكنشوفوا فين بغينا هذاك الدونتيل اللي يجينا على شكل قطعه. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. واش بغيتوا القطعه يعني تبان لكم على شكل من الكتف راه كتراسوا من هنا بلاتي شويه هكا. اول حاجه نطراسوا هكا الرقبه. البنات واش كيبان لكم مزيان عاوتاني ولا ما كيبانش لكم باش ما نزرد؟ كيبان لكم شويه تفاعل الله يعطيكم الخير. شويه التفاعل واخا تكتبوا لي غير اي حرف. علاش؟ باش ما يطيحش اللايف. كتبوا اي حاجه غير باش ما يطيحش اللايف صافي. اول حاجه نطراسوا الرقبه. ها نتوما كما قلت لكم هنا كنحددوا دابا فين بغينا يعني يبان لينا بحال زعما عندنا قطعه في البيجامه. بغيتي ديري بحال عندك القطعه مثلا في البيجامه راه كتجي حتى لهنا وكديري النص ديالو. مثلا عندي 14 غندير 7 كتجي لهنايا ياك وكتحبسي. بغيتي مثلا يجيك الديكور بلاتي انا نشرح لكم كيفاش. مثلا هاد البيجامه مثلا لاحظوا معايا هاد البيجامه نقلبها لهنا. مثلا هاد البيجامه لاحظوا معايا جايه القطعه في التركيز شتيها. هذه جايه قطعه في التركيز ولكن هذه مقطوعه وليها لي بليات. شكرا اختي الله يحفظك. هذه جايه فيها القطعه وكاين تكماش هنا شتو راه كاين تكماش في البيجامه. دابا هذه بنفصلها معكم بيجامه عاديه وغتبان بحال فيها القطعه وبحال فيها تكماش. دابا مثلا هذه فيها قطعه في التركيز لاحظتوا معايا
هاي راهي جايه من التركيز، شفتوها من التركيز. بحال هاتي الا بغيتو يبان لكم بحال هكا وبحال فيها القطعه، راه كتجيو من هنا. شوف ها نتوما كترسموا هادشي كامل، كتجيو حتى لهنا وحتى الوسط التركيز، مثلا هذا هو الوسط صافي، وكتحبسوا صافي. هاني تراسيت من هنا لهنا حتى الوسط التركيز وحبست. واضح؟ بحالات بغيتو القطعه تجيكم من الكتف، راه كتجي حتى الوسط الكتف وكتحبسوا صافي. دابا حنا تراسينا الحوايج اللي هما اهمين، الرقبه، الكتف، وهنا النص ديال التركيز اللي هو هنا نعلموه صافي. غادي نحيدو هذا دابا. بالنسبه للطول راه تيبقى لكم الاختيار فين بغيتو هذيك القطعه تجي، واش بغيتوها تجيكم حتى لهنا اولا حتى لهنا. كتعلموا مثلا بغيت انا حتى لهنا صافي، تجيني بحال شكل في نقطع هنا وتجيني بحال هكا، بغيتيني بحال في. انا غنوريكم دابا. هاني غنحيد دابا هذا، هانتوما لاحظوا معايا مزيان. دروكا قلنا الا بغيتو تجي من الكتف، قطعه من الكتف راه كتجي هكا، هانتي كتجي هكا مثلا هكا. هانتي لاحظي معايا دابا حصلتي على هذا داير بحال قطعه وجايه من الكتف، هاهي بحال هكا. هنا ملي غادي نقطعو وغادي تعمريه بداك التكماش، هاد الشاري اللي كيولي على التكماش بحال هادي اللي وريتكم دابا، اولا كتدخلوا فيه الدونطيل بحال هادي. بلاتي نوريكم البنات، هانتوما بحال الا مثلا بيدخلوا الدونطيل بحال هادي، شفتوا بحال مثلا الدونطيل. شوفوا البنات هذه دابا راه جايه في الكتف، شفتوها لاحظوا معايا مزيان. هذه راه فيها القطعه، هادو راه كبار، علاش انا درت فيهم القطعه والتكماش؟ حيت راه عراض. شوفوا تبارك الله، شوفوا الكميه ديالها، شفتوا راه عريضه. وإلا بغيتو بيجامه تكون عريضه من احسن ديروا القطعه وهاد التكماش، هاد لي بليات شفتوه راه كاينه قطعه هنا. هذه القطعه جايه من الكتف شتيها، والدونطيل راه بامكان لك ديري نفس الطريقه في البيجامه عاديه بلا ما تكون عندك القطعه في الصدر اولا في الكتف. داكشي اللي كنوريكم دابا. مثلا بغيتي هذيك تبان لكم بحال هكا كتجي نيشه من الكتف ياك، مثلا بغيتيها تجي من هنا من التركيز، من وسط التركيز كتجي لهنا وكتمشي تواصلي بهذه الطريقه شتيها. انا مثلا بغيتها بهكا، بغيتها بهذه ديال التركيز. بيجامه اخرى نوريكم كيفاش ديروها بالكتف، راه المهم بحال بحال. انا بغيتها مثلا بالتركيز، غادي نجي نقطع هذه الا بغيتو من الكتف القطعه تبان لكم بحال مقطوعه من الكتف، غادي تقطعي من هنا هكا صافي. انا بغيتها من التركيز، نجي حتى لهنا كندير هنا بواحد السنتيم اللي غادي نخيط مع داك الطرياش اولا بحال الفرافر، ندير بحساب داك السنتيم وكنجي واصله هكا. شفتوا البنات دابا هذه غتجي في الصدر بحالها كاينه فيها سميتو. دابا نوريكم كيفاش. دابا هذا قلنا الامام، الخلف غنديرو ليه التبطيم عادي صافي. دابا هذا الامام غادي تخيطي هذا اللي فصلنا على وجهه ياك. غتشدي هذه عفوا على الظهر، على الظهر غادي تخيطي هذه على الظهر، حيت حنا هذه راه بغينا نرجعوها لقدام. خيطي بهذه الطريقه شتي. هانتي شوفي
غدوزي الخياطه على الكتف، الرقبه والكتف. بامكان لك دوزي غير على الرقبه صافي. في حاله الا بغيتي تلاصقي هاد الطبطيم ديال الخلف مع ديال الامام، راه بلا ما تدي هاد الخياطه هنا في الكتف، كتخيطي غير هنا الرقبه صافي تخلي الكتف. في حاله الا بغيتي ديري الكل الخلف غير البيي بهاد الطريقه، مثلا هادي هاد فينها. في حالة الا بغيتي ديري غير البيي كيما هكا، شوفوا هذا راه غير البيي، هذا غير مكتوب نيت شفتوه. الا بغيتي ديري لا غير البيي هكا راه كتخيطي الكتف، كتخيطي الكتف. الا بغيتي ديري هاد البيي هكا مكتوب في الظهر صافي. كنتمنى نكونوا واضحين، كنتمنى تكونوا فهمتوا شنو كنقصد. دابا غنخيطوا هكا على الظهر هكا، ومن بعد تنقلبوا. فاش تنقلبوا غيولي لنا هكا، فهمتي؟ غيولي لنا في هاد الجهه. واحد الحاجه نسيتها البنات، قبل ما نخيطوا هاد الرقبه راه كنخيطوا الدونطيل مع هنا هو الاول، نسيت ما قلتهاش لكم. بلاتي نشرح لكم كيفاش. دابا هذا هو الدونطيل ياك. قبل ما تخيطوا هاد الطريقه اللي وريتكم انا، ها نتوما غتشدوا الدونطيل، داك السنتيم اللي زدت، شفتوا هاد السنتيم اللي زدت انا هو ديال الدونطيل.